ايوه يا بص، احنا راقبناهم من لحظه خروجهم من هنا ومحددين الاماكن اللي مخبيين فيها الفلوس. انا عايز الفلوس دي ترجع تاني. امرك يا بص. عايز الولاد دول يجوا راكعين علشان يطلبوا يشتغلوا معايا. اعتبره حصل يا بص. بنت يا دين، انت بتحبي ولا ايه؟ سرحانه في ايه؟ سرحانه في عمي وابن عمي. يا ترى بيعملوا ايه دلوقتي؟ يخرب بيت عقلك، لسه بتفكري فيهم؟ مش عمك ده اللي كان حقك؟ اللي رماكي حته لحمه طريه في مصر ما يعرفش عنها اي حاجه؟ ولا بيسال عليك حتى بالتليفون؟ ما يولع بجاز وسخ. هموت واشوف شكلهم عامل ازاي دلوقتي. عايزه اعرف رد فعلهم ايه، نفسي. نسيهم يا دين، نسيهم زي ما نسيت اهلي في الصعيد، عشان خاطر ما تفكريش. عن اذنك. الناس يطلعوا علينا ولا ايه؟ ايوه ماجد. انت بتقول ايه؟ معقوله الكلام ده؟ طب اقفل دلوقتي. يا نهار اسود، ازاي بس؟ ازاي؟ الو اي فلوس انا وخالد اتسرقت. هو في ايه؟ تاني؟ الو. طلعت. فلوسك ايه النظام؟ مرحب بالشباب. انا كنت متاكد انكم هتيجوا تاني. الشباب يا بص عرفت غلطها خلاص، وجايين يقولوا لك احنا اسفين يا ريس، احنا بجد اسفين يا ريس. عارف انه محدش ينفع يقول لبابا لا، محدش ينفع يقول لبابا لا. وحضرتك عرفتش الشباب بقى يا ريس، من هنا ورايح احنا رجالتك اللي تحت ايدك ووقت ما انت تؤمر يا ريس. اصل مفيش حد عاقل يرفض 1,000,000 جنيه. اسمع يا كبير، احنا لولا الحوجه للفلوس ما كناش جينا. احنا مش كده. احنا عايزين نفهم سيادتك يعني ان احنا ولاد اصول، السرقه مش بتجري في دمنا يعني. الملف ده فيه كل شيء عن تفاصيل العمليه ومكان اللوحه كمان. يلا وروني شطارتكم. رجالتك يا ريس، ولادك قبل اي حاجه يا ريس. عيل واطي ومنافق. شوف يا شاكر بيه،
انت ليك عندنا لوحة واحنا لينا عندك فلوس. هنجيب لك اللوحة، هناخد الفلوس، وده اخر الكلام. يلا بينا يا شباب. يلا. ما هو انا لازم اعرف انت وشله المقاطيع ده كنتوا بتقولوا ايه قبل ما ادخل عليكم. ما كناش بنقول حاجة. لا كنتوا بتقولوا. ايوه يا ست كنا بنقول، بس كلام مالكيش فيه خلاص. لا ليا فيه يا عينيا، طالما تعرف عني كل حاجه يبقى ليا فيه. بقول لك يا سوسو، انا دماغي فيها اللي مكفيها، انزلي بقى من على ودني. شكلكم كده بتتكلموا في فلوس، عاملين تدبروا وتخططوا، عاملين زي العصابات بتوع بره. لؤي انتوا بتسرقوا؟ بنسرق ايه يا بت؟ الله يخرب بيتك اسكتي. اقطع دراعي ده انكم بتسرقوا. بنسرق ايه؟ هتحبسينا شكلك. يا حبيبي ده انا مراتك، يعني ستر وغطى عليك. لو بتسرقوا قولي، اهو تدخلني معاك في مصلحه كويسه، هطلع لي بقرشين حلوين. مصلحة ايه بس؟ مصلحة ايه بس؟ كده؟ طب نزلني هنا. انزلك فين يا بنت المجنون انت؟ بقول لك نزلني هنا، طالما بتخبي عليا يبقى ما ينفعش نعيش مع بعض يا عينيا. خلاص يا سوسو اسكتي اسكتي. ايوه يا ستي بنسرق. ارتحتي بقى دلوقتي؟ انا رخرة كنت بقول كده، امال ايه مش بنسرق دي؟ هو احنا مش بنسرق بمعنى بنسرق يعني، امال ايه؟ بنحسن دخلنا. قلتلي. مبسوطة يا حبيبتي معايا؟ طبعا، بس انا عايزاك ترجع زي زمان. ماجد الرومانسي الحبوب حبيبتك. طب ما انا حبوب قوي كمان. مش قصدي اللي في دماغك، انت بقالك فتره طويله قوي ما قلتليش ولا كلمه حلوه. من بعد ما اتجوزنا حتى ما قلتليش كلمه بحبك. ايه يعني؟ مفيش اي كلمه ناعمه؟ في يا ستي كل حاجة، بس انتي اعملي اللي انا عايزه. اللي هو ايه؟ الواد عايزك تقطعي علاقتك بيه، مش عايزك تكلميه في تليفونات، مش عايزك تتعاملي معاه، مش عايزك حتى تشتغلي معاه. اوكي، بس انا كمان عندي نفس الشرط. ايه؟ البت الجربوعه اللي اسمها نوره دي بتضحك على ايه؟ جربوعه شكلها وحش، مش هترد على تليفوناتها، مش هتشوفها ومش هتشتغل معاها. حاضر يا ستي، لو ده طلبك يعني غيرانة حاضر. يا سلام، غيران مين؟ دي جربوعه وشكلها وحش، انا ياسمينة، وبعدين كمان مش هتنتج لها الالبوم بتاعها. حاضر يا ستي واموري. انا ممكن اوافق انك تنتج لاي حد، بس يا ماجد اختار، وانت كمان تعرف تختار. اختار نجمه يعني زي ياسمينة كده. حلو كده تيرارارارا. ليه لؤي اصحى يا حبيبي، اصحى يا لؤي، اصحى يا حبيبي التليفون بيرن. سيبيني اصحى يا لولو بدل ما ارد انا. اصحى هرد على التليفون. اصحى يا حبيبي ده تليفون البيت. الو يا مامي. لا يا حبيبتي، لا كنت نايم شوية. حاضر ماشي هاجي. خلاص يا مامي هاجي، هقوم ألم شوية هدوم كده وأجيلك. خلاص يا مامي جاي. باي. سلام. ايه العسل ده؟ ايه القمر ده؟ سكر يا اخواتي، عسل. لؤي ايه اللي باي باي يا مامي؟ ايوه يا مامي جاي يا مامي حالا. انت رايح فين؟ هروح اقعد كام يوم كده عند مامي شوية. يا خيبتي على الراجل اللي مركون عليه. مالك يا بت فيه؟ يا لهوي الله، انت ناوي تسيبني؟ اتركنتي ما اتعدلتي يا بعيده، مالك فيكي ايه؟ اهدي شويه. انت هتسيبني يا لؤي بعد ما تبت عن السكه الحرام خلاص؟ يا بنتي ما تخافيش، مش هتأخر عليكي، كلها يومين هظبط فيهم شوية قرشينات. ولا عجبك الكحرطة اللي احنا فيها دي؟ طب يا اخويا اما اشوف اخرة اليومين دول ايه. رايح فين يا طلعت؟ انت ناسي ان احنا هنروح لاخويا طلبه الاسم؟ مش رايح، روحي له انت. هو ده من امتى بقى ان شاء الله؟ رايح فين يا واد؟ رايح الشغل، رايح اجيب لك المام يا ست الحسن. وهتسيبني اروح له لوحدي؟
وانا ليا حد غيرك يا اخويا؟ والنبي تيجي معايا. يا زينة بقى يا زينة، وعهد الله يا زينة اخوكي حب الحبس، عشق الزنزانة يا زينة، كل اسبوع يتحبس مرتين وانت دايراني زي النحلة وراه. روحي بقى يا حلوة بعسلك لاخوكي وسيبيني انا اجري ورا اكل عيش. اوعي يا زينة، اوعي يا روحي، اوعي يا حبيبتي، يلا سلام. ماشي يا طارق ماشي. لؤي شيرو حبيبي. هاي ازيك شيرو؟ حبيبي لؤي. مامي. واخيرا جيت بيتك. بيتي ها؟ طبعا البيت اللي فيه مامي يبقى بيتك. ايه يا اخي واحنا ما وحشناكش بقى ولا ايه؟ وحشتيني يا عسل، انت يا سكر، انت يا طعم. يلا كفايه كده دلع. تعالى خد شاور وانا هاكلك حته اكله. انت اللي عاملاها يا ماما؟ طبعا. يبقى اكيد اومليت. ولد. تعالي، المكان هنا امان. ايه اللي انت بتعملي ده؟ انت عايزه تضيعي نفسك؟ في ايه يا خالد؟ لو هضيع عشان بلدي مش مهم، اضيع. تقوم تجاوم الطلبه انهم يخربوا البلد ويعملوا مظاهرات. ايه يا خالد؟ انت مش شايف اللي بيحصل في البلد؟ مش عارف عن حد اسمه خالد سعيد و100 واحد زي خالد سعيد؟ البلد مليانه قمع ومليانه حاجات تودي في داهيه، احنا لازم نتغير، والتغيير ده مش هيجي الا بايدينا. وطي صوت. على النعمه كلامك بيعجبني بس مش واقعي. يعني احنا لا نغير الفساد بالمظاهرات والصوت العالي؟ يا خالد احنا في ايدينا نغير، ولازم نغير. البلد دي ممكن تبقى احسن بلد في الدنيا، ومش بس بالصوت العالي. انا خايف عليكي بس، وخايف على البلد. طالبه زينة والنبي استنى. يا ربنا ينصرك. عامل ايه يا معاه زينة؟ بس شويه. الحمد لله. انت اللي عامل ايه؟ انا زفت الزفت يا زينة. ان شاء الله عدوينك يا اخويا، ما تقولش كده. انا شكلي هلبس اسود المره دي يا زينة. هتخرج منها بعون الله زي كل مره. اخرج منها ازاي؟ انا شكلي اتبعت، واللي باعني مين؟ البيج بوس ده شكله هو اللي بيوزع عليا يا زينة. انا اتاكدت من الحكايه دي بجد وربنا. بس وحياة ديني ما هسيبه وما هسيب اي حد اتامر عليا. اسمعي، الواد طلعت فين؟ ما جاش ليه؟ الله يسهل له بقى. ماشي يا طلعت. خلي بالك من نفسك انت بس. خلي بالك من نفسك انت يا زينة. انا هشد لك محامي يا طالبه، وهجي لك على النيابه. ما تقلقش انا في ظهرك. طالبه هجي لك على النيابه يا طالبه. ما تقلقش، زين اختك في ظهرك. هو انت جاي علشان كده بقى؟ جاي علشان تسرق مامتك؟ مستنيه مني ايه يعني؟ ما انت طول عمرك ملهيه في حياتك ولا حاسه بينا، وسايباني في الشارع من غير لا فلوس ولا مأوى. يا لؤي ده مبرر عشان تسرقني؟ انا ما بسرقكيش، دي فلوسي، دي حاجتي وحاجه ابويا، فاهمه ولا لا؟ باباك ما تلحق باباك يا حرامي يا حرامي. افرض انها حاجه باباك، افرض تيجي تطلبها مني هديها لك. اوعي من قدامي، اوعي من قدامي. جزمه انت وباباك يا حرامي. سيبيني، هات اللي في ايدك. سيبيني هاخدها. هات اللي في ايدك. خديها مش عايز منكم حاجه. عايز تمشي امشي، بتهددني انا برضك مش عايزاك في بيتي. انت محسنه ان انا بقول لك والنبي خليني قاعد معاكي. في يا مامي ايه اللي بيحصل؟ تعالي شوفي اخوكي الحرامي في 60 داهيه. الولد اللي يسرق امه ما يستاهلش خالص شفقه امه. استريحت؟ فتحتني قدام جوزي؟ احسن، خليه يعرفنا على حياتنا. لؤي يا حبيبي، لو عايز فلوس خد اللي انت عاوزه. خلي فلوسك معاك، انا مش هاتش منك. مش كفايه اللي عملتوه فيا؟ وسع.
انت بتعملي ايه؟ زي ما انت شايف بحضر هدومي عشان مسافره. مسافر فين؟ رايحه اليونان. طب ما قلتليش ليه عشان اجهز شنطتي؟ مش هينفع تيجي معايا يا حبيبي. نعم. وانت رايحه تعملي ايه بالظبط؟ رايحه شغل. شغل ايه؟ ما انا جوزك يعني مدير اعمالك، يعني عارف كل شغلك. شغل ايه ده؟ لا ما هو مش هينفع تعرف كل حاجه عني. نعم. انت بتقولي ايه؟ بص يا حبيبي، انا هتفق معاك على اتفاق جديد. لا انت تسالني انا رايحه فين ولا جايه منين، ولا انا هسالك انت رايح فين ولا جاي منين. ديل يا روحي. أنا جمعتكم النهاردة عشان نتكلم في المرحلة الجديدة وإزاي هنشتغل فيها. أول حاجة إحنا هنقلل وجود الحشيش خالص في البلد وهنرفع سعره. والحاجة التانية بقى هننشر البودرة ونقلل في سعرها. وده طبعا هيحتاج لحاجات كتيرة هكلمكم عليها دلوقتي. اولها طبعا انا اسافر اجيب البودره من بره في الشنط بتاعتي. الراجل بتاعنا هيكون مستنيكي كالعادة في المطار ويسهل لك دخولك. ما تنسيش المرحلة اللي جاية دي هتسافري فيها كتير قوي. مارك هينسق مع الجماعة في اليونان عشان ما يأخروكيش. انتي عارفة توحشيني قد ايه. وانت كمان يا بص. وانت تكلم الجماعة في الداخلية وتقول لهم على كام زبطية حشيش كده عشان يتلهوا فيها. انا عايز البودرة والكوك والكيميكال يغطوا السوق كله. عايزين نشتغل يا جماعة. Excellent. Very, very excellent, Mr. Shaker. اوكي، تقدروا تتفضلوا دلوقتي. ياسمينة، عايزك لو سمحتي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. طيب يا ريس. دي شوية عصاير وسندوتشات ورز بلبن يعني. بصراحة أنا كنت نادر لما ربنا يكرمني كده بولد، يعني أعمل خير لأهل الله. وربنا رزقك بولد؟ لا، 2. ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. الحمد لله. أنت عندك عيال؟ الحمد لله. ما شاء الله، ربنا يخليهم لك. أنتوا عندكم يعني ليك زملاء جوه؟ ده في 3 جوه. 3؟ طب انا عايزك بقى توصى بيهم قوي، عايزك تاكلهم الرز بلبن ده بايدك. ها؟ عشان ده انت عارف دي ده نادر يعني. كل سنه وانتم طيبين. امسك، مبروك، ربنا يخليك عيالك. اسمك ايه؟ عاشت لسامع. عاش لسامع يا محمد، ربنا يخليك. شرفت يا باشا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. هي دي اللوحة. ايوه هي دي يا عم، دي شبه لوحة زهرة الأرنبيط يا عم. هي دي، انتوا شفتوها معايا على النت. يا جدعان اتأكدوا عشان مشوارنا ما يطلعش على فشوش. يا ماجد انا متأكد ان اللوحة دي هي دي. طب يا ابني انت لسه هنتأكد. نسرقها، انا هيكونوا حاطينها هنا لو مش هي. وانت صوتك شهد يا لؤي. انجز. بس كده. بس ايوه. بس سيب البرواز على الارض. سيبه على الارض مش مشكله. ما يمكن الراجل عايز البرواز.
قلت فين؟ اثبت امام النار اهو. عملت ايه؟ انقذتك. انت مات؟ مات كيف؟ مات. يلا يهبط ازاي؟ يلا. واحنا معقول يا بص هندي العيال دول مليون جنيه بعد ما يجيبوا اللوحه؟ لا طبعا مش هنديهم حاجه. طب ما هم كده يا بص مش هيدوك اللوحه. مش مهم، يبلوها ويشربوا ميتها. لا بقى انا محتاج افهم، طب انت ليه خليتهم من الاول يسرقوها يا بص؟ اللوحه دي اساسا مزيفه. معقول؟ ايوه معقول، بس في واحده تانية زيها في امريكا، صاحبها مش عارف يبيعها لان كل ما يجي يبيعها يقولوا له دي مزيفه والاصليه موجوده في مصر. قلنا بقى احنا نسرق اللي في المتحف هنا. الله عليك يا بص، كل يوم بنتعلم منك الجديد. اتعلم يا اخويا اتعلم. يا جماعة احنا كوكلاء نيابة لازم يكون لينا دور في المظاهرات اللي هتحصل. احنا اكتر ناس عارفين ان في فساد في البلد ومش قادرين نعمل حاجة. الشعب هينزل للشارع بكل طوائفه واحنا لازم نكون موجودين معاه. ولازم يا جماعه نبقى ايد واحده وننزل كلنا في مسيره واحده لحسن الامن المركزي يضربونا ولا حاجه. ربنا يستر ويعديه على خير وما يحصلش عنف زي اللي بيحصل في تونس. افتح يا غالي. افتح يا بيت اهو. عندنا ميعاد مع اللي مشغلكم. البيج بوس مش موجود، مسافر بره مصر. ازاي واحنا كنا مكلمينه من كام يوم اصلا؟ سيبوهم يا جدعان، انا بقى بتصرف مع الاشكال دي. بقول لك يا سماره، الكلام ده تعمله في الصومال عندكم. وانت يا عضله، لو على العضلات عندنا رجالتنا مرميه في الجيم ليل نهار، بس احنا جايين في مصلحه والباشا هو اللي عايزنا. لو عارف انكم ما دخلتوناش هيزعق لكم. مش قال لكم سافر؟ يلا بقى من هنا، ما تزكوا الشيء. بقول لك يلا. تعال تعال يا خالد، بس تعال تعال اهدى بس، سيبك منه. تعال بعد يدك يا ماجد. جتتي ملبش، مش عارف قتلته كيف. يا ابني انت جاي تفضحنا هنا. مش عارف قتلته كيف. خلاص بقيت قتلته. تعال تعال. ينفع كده؟ هنصغر بعض قدام الناس؟ ماشي. لما يجي الباشا اقول له طلعت سأل، خليه يكلمني. هتزعله عهد الله. اللي حصل ده يا ساده مهزله امنيه. العيال اللي سرقوا الصوره لازم يتجابوا. العالم كله عرف الخبر، هيقول علينا ايه؟ الداخليه نايمه على ودانها. يا معالي الباشا، كل البلاد بيحصل فيها سرقات وده شيء في الطبيعه البشريه. يتقاوم يا سياده اللواء. العيال دول لازم يجوا. اسمع يا شريف، انت المسؤول قدامي، تجيب العيال دول في اسرع وقت. حاضر يا فندم. مفهوم؟ تمام يا فندم. صباح الخير. صباح الفل يا حبيبي. صباح الخير يا ست الكل. كلك لقمه بقى قبل ما تنزل الشغل. يا سلام يا سلام يا سلام. شفت يا حبل مكتوب في الجورنال بيقول لك لوحه اثريه ثمنها لا يقل عن 50 مليون جنيه اتسرقت من متحف في مصر. خبر ابيض، امتى ده؟ امبارح بالليل. وريني كده. دي القضيه دي هتجيلنا نيابه الجيزه. ايوه بس على فكره اللوحه دي فعلا اتسرقت، مش دلوقتي، ايام السبعينات. يعني ايه؟ انا فاهمك يا حبيبي. زمان كانت طلعت اشاعه ان اللوحه دي اتسرقت واستبدلت بلوحه تانية مزيفه. الجماعه اللي في المتحف خافوا يبلغوا لاحسن يتحبسوا. الموضوع ده اتنشر والناس كلها عرفته. على فكره بلدنا دي مفيش فيها سر يقعد اكتر من يومين اتنين. خبر ابيض. دول كاتبين ان الحراميه ما اتمسكوش. للدرجه دي الحراسه بتبقى ضعيفه على الاماكن الاثريه اللي زي دي. لا حول ولا قوه الا بالله. دول كاتبين كمان ان عسكري ملوش اي ذنب اتقتل. الله يرحمه، الله يرحمه ويرحم امواتنا كلها. شفت المصيبه اللي حصلت يا خالد؟ شفت موضوع اللوحه ده؟ مين في البلد ما يعرفش موضوع اللوحه؟ كل الجرايد والقنوات الفضائيه اتكلمت عليه. اتكلموا عن اللوحه وعن الطريقه العبقريه اللي سرقوا بيها اللوحه. عبقريه ايه يا ابني؟ دي كارثه قوميه. ما كل يوم بتتسرق حته اثار. اشمعنى يعني جم على اللوحه وقعدوا يتكلموا ويعيدوا ويزيدوا؟ ده مال قومي يا خالد، ده مال الشعب ده كله. ايش عرف؟ ما يمكن يعني اللي سرقوا اللوحه دول بيتبرعوا للفقراء واليتامى. مش الفقراء واليتامى دول من الشعب؟
خدوا مال الشعب فرجوه على الشعب. مش هي دي العداله الاجتماعيه اللي انت قلت لي عليها؟ انت فهمت كلامي كله غلط يا ابني. انا لما كنت بتكلم عن العداله في توزيع الثروات مش هو ده اللي اقصده خالص. مش معناه ان الفقراء يروحوا يسرقوا من الاغنياء، دي مهما كان اسمها سرقه مخالفه للقانون ومخالفه لاي شريعه في كل الاديان. سنة سوفة، معنى كده ان انا كنت فاهم كل كلامك غلط. في ايه يا خالد؟ انت فيك حاجه غريبه شويه. ها؟ لا انا بس حزين على اللوحه زي كل الشعب ما هو حزين على اللوحه. يعني مفيش حاجه مخبيه عليا؟ لا والله. اصحى يا لولو، يا لولو اصحى يا روح الروح. بس اصحى بقى يا حبيبي، يلا. ايه عايزه ايه؟ عاوزه فلوس. محفظه عندك؟ خدي منها اللي يكفيكي وسيبيني انام. لا ده انا عاوزه فلوس كتير لابويا. ايه يعني عايزه كام يعني؟ المسكين الغلبان محتاج يعمل حاجه كده اسمها دعامه، محتاجه يعني كده هن بتاع 10000 جنيه. 10000 ايه؟ 3000 جنيه مش فاكره بالظبط. ما انت عارف ان انا معيش فلوس، اجيب لك منين يعني؟ هي المصلحه بتاعت اللوحه دي ما تسلكتش؟ لا ما تسلكتش. طب يا حبيبي ما تزعلش نفسك قوي كده. طيب انا هقوم بقى اتكل على بيتنا لحسن اني المفروض خلصتي ميعاد الشغل. ميعاد شغل ايه؟ يوه، هو انا ما قلتلكش؟ المفروض اني مفهماهم اني بشتغل ممرضه قد الدنيا في المستشفى. لا حكيمه يا بت، والله طلعت دماغي وانا ما اعرفش. ماشي، طب قومي حضري الفطار وبعد كده نبقى نتكلم في الموضوع ده. من عينيا يا روح الروح. جري شويه استنى ارجع ورا شويه. اقف قدام الواد ده. ايوه بس. حبيب قلبي، وقعت ولا حدش سمع عليكم. اقفل. فطار في الوقت يا فندم. عز المعرفه وحياتك. بقول لك ايه، عايزك تجهز لي قوه حالا دلوقتي لحد ما اروح لسياده اللواء عشان اخد اذن النيابه بالقبض عليهم. تمام يا فندم. اهدي يا فريده، اهدي يا حبيبتي. مش معقول كده كل يوم دموع من ساعه ما جه لؤي. يا ريته ما جاش، يا ريتني ما خلفتوش اساسا. حرام عليكي ما تقوليش كده، ده نعمه. وانا ربنا ما انعمش عليا بخلفه. كان نفسي يبقى عندي ولد من صلبي. هيفيد بايه؟ ها؟ لو ولد عاق زي ده هيفيد بايه؟ بالعكس، ده هيضر اهله وهيجيب لهم العار. قول لي يا فؤاد، هو احنا قصرنا معاه عشان يطلع كده؟ قول لي يا فؤاد. صراحه قصرته. الولد ده كانت كل طلباته مجابه واتدلع على اخر، ومعاه فلوس ما بتخلص ملهاش اخر، وفي نفس الوقت مفيش عين عليه تراقب وتوجهه، يعني لازم يفسد. يعني من الاخر بقيت انا الغلطانه. مش قصدي، انا قصدي ان الولاد في السن ده بيبقوا في مرحله حرجه، محتاجين لعين تراقبهم وتوجههم للصح.